بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. إن شاء الله رح ناخذ الدرس التاسع، وهو الدرس بعنوان الحديث القدسي. قلت الآن الحديث النبوي هو المصدر الثاني بعد القرآن الكريم من مصادر التشريع الإسلامي. يعني أنا لو بيجي سؤال ما هو الحديث القدسي أو الحديث النبوي، هو المصدر الأول ولا الثاني من مصادر التشريع. إحنا بنحكي المصدر الثاني، لأنه المصدر الأول هو القرآن الكريم. القرآن الكريم. الآن سنأخذ في هذا الدرس الحديث القدسي، وما الفرق بينه وبين القرآن، وما الفرق بينه وبين الحديث النبوي. الحديث القدسي يا طلاب هو الحديث الذي نسبه الرسول إلى ربه، بس بكل سهولة. الحديث القدسي هو الحديث الذي ينسبه الرسول إلى ربه. بيجي سؤال لماذا سمي قدسيا؟ تكريما له. الجواب تكريما له. تكريما يعني الحديث القدسي. ليش؟ من حيث إضافته إلى الله، عشان ضفنا اسم الله صار إيش؟ صار قدسي، عشان تكريما للحديث، عشان ضفنا اسم الله تعالى. بيجي سؤال، ما هي صيغ الحديث القدسي؟ له صيغتان بكل سهولة. الصيغة الأولى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. أعيدها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. إذا سمعت الكلمة هذه اعرف أنه هذا حديث قدسي. طب الصيغة الثانية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى. إذا شفت الصيغتين هذولا اعرف أنه هذا حديث قدسي. يعني أنا أعيدها. ما هي صيغ الحديث القدسي؟ الصيغة الأولى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. فيما يرويه عن ربه. طب الصيغة الثانية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى. هي هدول الصيغتين. طب ما هو الفرق بين القرآن الكريم؟ قبل ما ندخل الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي، الآن عرفنا إذا كانت الصيغة قال رسول الله فيما يرويه عن ربه، أو قال رسول الله قال الله تعالى، هذا حديث قدسي. طب قال رسول الله مثلا وبس، هذا حديث نبوي. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، هذا حديث نبوي. لم نذكر اسم الله تعالى فيما يرويه عن ربه أو قال الله تعالى. حاضر؟ يعني لو أنا جبت لك حديث يميز بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وحكيت لك مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، اعرف هذا حديث قدسي. لو حكيت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمل الحديث، هذا حديث نبوي. طيب الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم: القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله. لفظه ومعناه من الله، يعني قل هو الله أحد، اللفظ والمعنى من الله. الرسول ما حطش حرف، ما حطش نقطة. طب القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله، هو فهم المعنى من الله، فهم المعنى من الله تعالى وحكاه بلفظه، حكاه بلفظه. طيب أي أول فرق. الفرق الثاني: القرآن معجز متحدى به، يعني متحدى فيه جميع البشر. أما القدسي لا، غير معجز، ما نقدرش نتحدى فيه لأنه الرسول حكاه والرسول بشر. طيب النقطة الثالثة: القرآن محفوظ من الله من يوم محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل بالقرآن الكريم لحتى اليوم، لم يتغير حرف. طب القدسي غير محفوظ، قد يأتي لنا منقوص كلمة، منقوص حرف، منقوص جملة، حاضر، على حسب الرواة اللي روى عن الصحابة والنبي. طيب القرآن كله متواتر. القرآن كله متواتر. إيش يعني متواتر؟ ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. الآن لو حكينا الله تعالى نزل القرآن عن طريق جبريل. جبريل هل بنقدر نحكي عليه إنه هو في شبهة كذب؟ لا. طب هي واحدة، هي جمع، هي ما رواه جمع. ما رواه جمع عن جمع، الجمع الثاني جبريل نزل لمحمد صلى الله عليه وسلم، هل بنقدر على محمد صلى الله عليه وسلم نحكي عليه إنه في شبهة كذب؟ لا. إذن هذا متواتر. ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل، يعني مستحيل العقل يكذبهم، مستحيل العقل يحكي هذول كذابين، فهذا متواتر. ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم مع الكذب. طب القدسي في منه متواتر ومنه غير متواتر، في منه متواتر وفي منه غير متواتر، يعني في منه صحيح وفي منه ضعيف. ليش؟ طيب لأنه اللي رووه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ممكن يخطئوا، ممكن ينسوا، ممكن ما يحفظوش منيح، ممكن يكون في واحد عنده شبهة كذب أو شبهة سرقة أو شبهة كذا. فهذه الشبهات هي بتقلل انه يكون هو صحيح ولا غير صحيح. هلا شايفين كيف؟ فهكذا كيف روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا عن سعيد بن المسيب، هذا تابعي،
عن أبو هريرة، هذا صحابي، عن الرسول. الآن سعيد هل هو ثقة؟ نعم ثقة. أبو هريرة هل هو ثقة؟ نعم ثقة. إذن هذا حديث متواتر. ليش؟ لأنه رواه جمع عن جمع، مستحيل العقل يكذب سعيد ومستحيل العقل يكذب أبو هريرة، فهذا متواتر. طب لو كان سعيد عنده مشكلة شبهة مثلا سوء حفظ أو بنسى أو شغلة، أو كان أبو هريرة زي هيك، إيش بنحكي غير متواتر، لأنه قد يكون هناك في شبهة مثلا كذب أو شبهة سوء حفظ أو غيره، عشان هيك ما بنسميهوش متواتر. لازم يكون متواتر، مستحيل نكذب هدول الرواه، مستحيل نكذب هدول الرواة اللي نقلوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمتواتر هو ما رواه جمع عن جمع، مستحيل العقل يكذب واحد منهم. طيب النقطة الأخيرة، القرآن الكريم يجوز قراءته في الصلاة. بينفع نقرأ القرآن في الصلاة. طب هل بينفع نقرأ الحديث القدسي في الصلاة؟ لا يجوز قراءته في الصلاة، الحديث القدسي. فبيجي هنا سؤال، صح وخطأ؟ الحديث القدسي معجز، خطأ. سؤال ثاني، جميع الأحاديث القدسية صحيحة، خطأ. في منها صحيحة في ضعيفة. طيب حكينا لو اجى مثلا مصطلح ما رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤه مع الكذب، هو التواتر. طيب لا نذهب إلى الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. لو لاحظنا النشاط هذا، شوفوا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى. طلع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، هذا حديث قدسي. ليش؟ لأنه قال رسول قال الله. طيب الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكمل إن الصدق يهدي إلى البر، ما حكاش الله، ما حكاش قال الله أو فيما يروي عن ربه، هذا حديث نبوي. طيب الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، القدسي ينسبه الرسول إلى ربه، قال الرسول قال الله. طيب النبوي لا ينسبه الرسول إلى ربه. طيب اثنين، الحديث القدسي عدده قليل، طب النبوي عدده كثير. طب القدسي يتعلق بالترغيب والترهيب، بس بيتكلم عن الجنة والنار والأعمال التي تقرب الجنة والأعمال التي تقرب إلى النار، بالترغيب والترهيب. طب الحديث النبوي بيشمل جميع أمور الدين، تكلم كيف نذهب إلى المرحاض، تكلم عن الجهاد، تكلم عن الفقه، تكلم عن الصلاة، تكلم عن كل الأمور تكلم. طيب الحديث القدسي قولي فقط، بس قولي. أما الحديث النبوي قولي وفعلي وتقرير وصفة. طيب هنا إضاءة، السنة النبوية مرجعها الوحي من الله، يعني إن هو إلا وحي يوحى، كل كلمة الرسول حكاها هو وحي من الله تعالى، مرجعها الوحي من الله تعالى، هو جبريل. طيب هنا حكينا هان الفرق بينهم. بيجي هنا سؤال، المقصود بالمتواتر ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤه مع الكذب، صح. الحديث القدسي يشمل جميع أمور الدين، خطأ، بس بالترغيب والترهيب بتكلم. الحديث القدسي قولي فقط، صح. طيب ينسب الحديث القدسي إلى الله، صح. من صيغ الحديث القدسي قال رسول فيما يروي عن ربه، صح. يرد لفظ يقول النبي فيما يروي عن ربه في الحديث النبوي، خطأ، الحديث القدسي. تبطل الصلاة بقراءة الحديث القدسي، صح. سمي الحديث القدسي بهذا الاسم ليش؟ تكريما له بإضافة اسم الله تعالى. يغلب على الحديث القدسي إيش؟ يغلب على الحديث القدسي الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب. هيك طلاب احنا حكينا كل أسئلة الدرس. كان معكم الأستاذ سلامة أبو نعمة.